الدنيا 3 أيام، الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فتسامح وتناسى وترفع ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وأنت وهم ونحن راحلون. فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك، وتجاوز عن السيئة بالغفران أو النسيان، فالغفران هديتك للآخرين، أما النسيان فهو هديتك لنفسك. وتذكر أن لنفسك عليك حق، وحقها عليك أن تريحها لا أن تعذبها، أو أن تجلد ذاتك بالعيش مع آلامك وكثير ذكرياتك. دع الماضي بكل ما فيه وتعلم منه، ثم انظر واستعد للقادم من أيامك وحياتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. طبعا بقى بدون مقدمات، انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. طبعا اسفة جدا ان اتأخرت عليكم. والله غصب عني ظروف، ساعات بنمر بحاجات كده بنتحط فيها غصب عننا، فاللي هو ربنا يفكك ربنا، اللهم امين يا رب. ويا رب يساعد كل محتاج، ويا رب يشفي كل مرضانا ويرحم كل موتانا، اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا بقى ست البنات، بدون دخول في تفاصيل وبدون ان ادخل عليكي طاقة سلبية خالص، انت مالكيش ذنب في اي حاجة. المهم تعالوا ندعي لبعض كده، ربنا ييسر امورنا جميعا ان شاء الله، اللهم امين يا رب، ويفك همنا ويساعد اخواتنا يا رب، اللهم امين. وتكون الايام اللي احنا فيها دي كده ودخلت عيد الاضحى المبارك خير وامل وفرج عليهم وعلينا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا، واحب ارحب بكل حبايب قلبي اللي دخلوا معايا القناه جديد. انتوا على راسي وشرف والله ليا، والله العظيم وجودكم معايا. النهارده بقى يا ست البنات عندنا روتين حلو جدا. تعالوا نقول الدعاء الحلو بتاعنا ده اللي متعودين عليه نقوله، يعني اول ما يكون عندنا روتين او ندخل مطبخنا او نصحى الصبح كده بقى ايه، نشوف اللي ورانا. طبعا بقى بما ان الايام اللي احنا فيها دي ايام امتحانات، فاللي هو عايزه اقولك انا فاصله خالص وتفكير، وكمان في شويه ضغوطات كده، ربنا يعديهم على خير يا رب، اللهم امين في حياتنا يعني. فلو حد كده مجرد ان انت تعرفيه، مجرد معرفة وحسيت ان هو في مشكلة، صدقيني بتلاقي نفسك اصلا اللي هو يعني زعلانة ومكتئبة، وممكن يعني تدخلي في حالة اكتئاب كده. فلما بالك بقى لما يكون حد يعني عزيز على قلبك او حد قريب منك جدا طبعا، فربنا يا رب ييسر الامور، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ملكوش ذنب ان انا منزلكوش فيديوهات، حبايب قلبي اللي بيسالوا عليا يقولوا انت فين يا زوزو، عايزين تنظيفات العيد بقى. والله يا اختي انا يعني بما ان الشقه دي مش مساعداني اصلا ان انا اعمل معاك روتينات للعيد وكده، بس قلت لا، قومي يا بنتي يا زوزو اشتغلي واخرجي من الملل والكآبة اللي انت فيها دي، وننزلي للناس فيديو حلو كده يشجعهم ويحفزهم، حتى لو كان المنظر يعني مش هيكون قد المقام يعني. تمام. المهم يا اختي، طبعا انا خلصت تنظيفات حاليا، فاللي هو طبعا زي ما انتوا عارفين شوية كسل على شوية قلة اهتمام على شوية ظروف على شوية امتحانات، فكل الحاجات دي لما بتتجمع مع بعض بتخليكي ايه، اللي انت مش عايزة تظهري ومش عايزة تطلعي ومش فاضية تمنتجي فيديو، وكل ده كله يعني بتلاقي نفسك اللي هو مش عارفة تعملي اي حاجة خلاص. وبالعكس كمان ان انا من طبعي لما يكون في حاجة مضايقاني او حاجة يعني مثلا داخله علينا حاجه يعني لا قدر الله يعني مش كويسه، فاللي هو ما بقدرش اشتغل وما بقدرش انزل فيديو او اعمل مونتاج او ده كله. فالمره دي يعني اتجرأت كده وقلت ايه الله المستعان، نقوم بقى نشوف شغلنا ونشوف مصالحنا، ولعل وعسى ربنا يكرمنا كده في الايام المفترجه دي، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان يا ست البنات قلت ايه، تعالي يا بنتي يا زوزو اتمرني كده على انك يعني
تتقبلي فكرة ظهوري معاكي في القناة. فمش عارفة هي ممكن تكون فكرة كويسة او فكرة وحشة يعني، فلسه بفكر. اللي هو ايه، قناة واقفة مش راضية تمشي خالص، مش عارفة والله العظيم في ايه بالظبط. ساعات بمل وساعات بحس ان هي إيه، يا ست انت بتعملي ايه، انت خلاص إيه يعني، كفاية عليكي لحد كده. بس كل ما اشوف فيديو تاني اقل بكتير قوي من الفيديو بتاعي، فلا ارجع تاني يبقى عندي حماس تاني ونشاط تاني ان انا هكمل ان شاء الله. واشوف انا بعمل ايه. تعالى اقولك على ايه الشيء الغريب ده. طبعا دي فرشة شعر سيليكون. هي المفروض اللي هي يعني بتغسلي بها شعرك او وانت بتاخدي شاور. فالسيليكون مش بتعور جلدة الراس، يعني فروة الراس بتنضفيها بيها، فاهمة ازاي؟ فاللي هو يا اختي لو انا سبتها هناك عند عند الحمام، انا حاطه كده حاجه يعني اللي هو مش عارفه اسمها ايه، مش عارفه ليه الكلام بيروح مني اول ما اجي اسجل فيديو. المهم لو انا سبتها هناك، بسم الله ما شاء الله، الاستاذ حسام هيجيب خبرها في اول ساعه. يعني اول ما احطها كده هتلاقوها راحت كده في اقرب زباله. فاللي هو ايه، بخلص بيها واجيبها هنا عينها، عشان هو ما اي حاجه ليه مش ليه، فتلاقوه ايه عمال يلعب فيها ويبوظ فيها. تمام. مش بتكلم عليك هو يا حبيبي. هو قاعد جنبي وسامعني. فالمهم حبيبة قلبي، النهارده بقى روتين حلو جدا. ده طبعا لسه ما نضفتش بقى تنظيفات العيد، لسه قدامنا شويه وقدامنا فتره. فاللي هو ايه، قومي الجدعاني كده وشويه نشاط على شويه حماس على شويه صلاة على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، هتلاقي نفسك ان شاء الله انجزت كل حاجه. عايزه اقول لكم والله العظيم الحاجه بتبقى كبيره قوي قوي، وبتحس ان انت داخله كده على مرحله لا ده انا لسه هشيل الفرش ولسه هنضف. لا ده انا حاسه ان انا قدامي يعني، بحس ان انا يعني انا عن نفسي مش عارفه يعني انتوا بقى كده ولا ايه. إيه، كسل، ساعات كسل، ساعات قله حماس، قله نشاط. فاللي هو ساعات بيمر علينا ظروف كده لا لازم نعدي ونتخطى المرحله دي. فاللي هو لازم نقوم نشوف مصلحتنا. شفت كمية تراب على التسريحة تحت الحاجات اللي احنا على طول ماسكينها تنظيف وتلميع، ونشيل الحاجات اللي على التسريحة ونلمعها. اتضح لي حاجة واحدة قوي قوي يعني طلعت هتسهل عليا كل الموضوع ده، ان انا اخلي كل الرخام نضيف ما عليهوش اي حاجة. يعني تخلي كل الرخام اللي في الشقة، كومودينو، تسريحة، اي حاجة ما عليهاش حاجة. يعني فاهمين ازاي؟ هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتخليكي يا اختي ما تتعبيش، ومش هتخليكي ان انت حاسه ان انت كل ما تشوف التراب. اصلا على فكره كل ما بشوف التراب بتضايق، واللي هو بحس بطاقه سلبيه، واللي هو بحس ان انا حتى لو عايزه اروق لسه هشيل كل الحاجات دي عشان اروق. فاللي هو ايه، ده من رايي يعني. انا خدت راي كده وقرار ان انا ممكن ما احطش حاجه على التسريحه تاني، فازة ورد كده بالمفرش بتاعها تحت وخلاص. المهم يا اختي عملت ايه الادراك دي، والله العظيم انا ما ببطل فيها تنظيف وترتيب وترويق. بحط كل حاجة في مكانها بشكل منظم بشكل حلو. بس للأسف يعني معانا اخوة كده في الشقة ما يعني ايه، ما بيحبوش الحاجة تبقى في مكانها. خلاص. هنا بقى طبعا ندهت على الأستاذ ابن الحاج صاحب البيت، وخليته كده رفع معايا التسريحة، وشلت الفرشة اللي هي القياس اللي انا فرشة اصلا في الأوضة، وكمية عفرة بقى ما اقولكيش وتراب. حسيت ان انا ما كنتش بنضف ولا بروق ولا بعمل اي حاجة. الله المستعان. عندك بلاط، بصي قومي كل يوم الصبح كده احمدي ربنا واشكري فضله ان ربنا كده اداكي حاجة نظيفة وحاجة وعيشة حلوة وكل حاجة حلوة في الدنيا والله العظيم. بس والله العظيم عايزة اقول لكم حاجة. اتحطينا في ظروف حسينا ان فعلا والله العظيم فعلا يعني ساعات بتمر عليكي حاجات انت مش واخدة بالك منها خالص. والعيشة اللي انت عايشاها دي احسن بكتير قوي 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 لما يكون بالك مشغول بحاجة او خايفة من حاجة تحصل. فاللي هو لا ما تحطش همك ورقك على العيشة وعلى البيت وعلى المكان.
انا بتكلم معاكم بهزار على فكرة، والله العظيم يعني أن الحمد لله انا راضية، انا راضية كل الرضا والحمد لله والشكر لله. مش عندي اي مشاكل. يبقى عندي مشكلة كبيرة قوي قوي لو لا قدر الله في حد في عيلتي مش كويس تعبان، شايفة ابن من ولادي في حاجة لا سمح الله، شايفة زوجي يعني ربنا يعافيه له ويبارك لي في عمره يا رب، اللهم امين، ويرزقه بالرزق الحلال. فبصوا في حاجات قوي يعني ممكن تكون كبيرة قوي قوي في نظرك، لو حاجة واحدة من النعمة اللي معاكي راحت منك صدقيني والله العظيم هتحس لا، ان انت ما كانش في حاجة اصلا رايحة منك. فكل الحكاية ان احنا نرضى، نرضى باللي ربنا كتبه لنا، هنعيش بقى سعداء وهنعيش مبسوطين وهنتقبل الوضع اللي احنا فيه. تمام. بصي يا حبيبة قلبي انا عملت ايه. انا شلت الستاير الاول بتاعت اللي هي بره ورا الركنة، وبعد كده دخلت على اوضه النوم رتبتها الاول، وبعد كده خرجت. طبعا الكلام ده كان الصبح بدري. آه، ظبطت دنيتي خالص وروقت الأوضة. طبعا مشيت اللي رايح مدرسته اللي رايح امتحانه، طبعا عندي امتحانات الصبح وعندي امتحانات بعد الظهر، فهو ايه مش في فترة واحدة. خلصت الأوضة تنظيف وترويق وظبطت الدنيا، وحطيت بقى كده دورين غسيل في الغسالة، اللي هو الستاير اللي انا شلتها من ايه، من الصالة من البلكونة من أوضة الأطفال. خلاص عايزه اقول لكم حاجه والله العظيم، انا شلت فرش السرير الكبير، يعني انتوا شفتوه شايله فرشه من غير اصلا، ما كانش فيه نيه تصوير، ما كانش فيه نيه ان انا اعمل فيديوهات. فاللي هو ايه، قلت لا يا اختي قومي تشجعي كده يا بنتي يا زوزو واعملي اي حاجه اي مصلحه. فاللي هو لميت الستاير شمال ويمين وبدات ارمي في الغساله كده، وقلت ايه لمي بقى شويه الحاجات الصغيرين للولاد، يعني كذا بنطلون على كذا تيشيرت على مش عارفه ايه، وحطهم في الغساله دورين وعلى كده خلاص. المهم يا اختي قلت نعمل ايه بقى للغدا النهارده، كنت مخرجه بقى كده كيس لبن، حطيت لك بقى شويه رز كده معمر يستاهل بقك. والله العظيم عايزه اقول لكم بقى بعمله بطريقه حلوه قوي قوي سهله، يعني مش فيها اي افتكاسات. انا بغسل الرز وبحط عليه كده شويه زيت وشويه سمنه بلدي، وابدا احط عليه اللبن بتاعه. اهم حاجه الفرن بتاعك يكون عالي من تحت علشان الرز يظبط معاك الوش بتاعه. كنت ساعات بعمله بس صراحة ما كنتش ببقى راضية تماما عن شكله او على الوش بتاعه، بس لا المرة دي عملته الحمد لله وبفضل الله. عارفين ليه؟ علشان عملته في الفرن اللي هو البلدي بتاعنا، مش فرن القش ولا الفرن اللي بتاع البوتاجاز، لا احنا عندنا فرن تاني. فلما بيكون عالي بيعمل لي الوش بتاعه بسم الله ما شاء الله، وده طبعا من اللبن. يعني لو اللبن سمين هيظبط الوش بتاعك معاكي، ويا ريت كده بقى نص معلقة من السكر تخلي لون الرز في منتهى الجمال طبعا، وتظبط الملح بتاعه بقى. طبعا اليوم ده بقى حمرت بطاطس وحضرت طبق سلطة حلو كده، بس انا قلت اوريكم يعني شكل الرز عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى استنوا تكملة الروتين في فيديو جديد. مع السلامة.